في أي عمل قمتِ به في الحياة ديالك ولا بد ما أنك تكون عندك مكسب مادي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا شحال كيشدوا اللعابة بكأس العالم للشباب لأقل من 20 سنة في دولة تشيلي. ولا بد ما نسلطوا الضوء على المبلغ اللي يكون مدفوع لكل لاعب، وغادي نشوفوا الإجمالي إن شاء الله ديال المكافآت الضخمة للاعبي المنتخب المغربي بعد الفوز ديالهم العظيم بكأس العالم لشيلي 2005. والتقارير الصحفية الاتحاد المغربي واتحاد فوزي القجع قام بصرف مكافأة مالية لكل لاعب بعد ما قاموا هاد الآخرين بالفوز بكأس العالم في شيلي 2025. السيد فوزي القجع وكما كتعرفوا بأنه دائما كتكون موفر مبالغ مالية لأي فوز في كرة القدم، وبأن المغرب يعني غادي في واحد التكتيك ديال الرياضة وتحت الرعاية للملك محمد السادس نصره الله وأيده لابد ما كيخصص واحد المبلغ لكل لاعب. من بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في النهائي كان فوز عظيم، وسجل اللاعب المغربي الزبيري هدفين، وهدف في الدقيقة 18 وهدف في الدقيقة 36 من تمريرة رائعة على يد الأسطورة اللي سميناها أسطورة وكريستيانو رونالدو المغرب عثمان معمة. في الحال الاتحاد المغربي وفوزي القجع قام بصرف واحد المبلغ كبير جدا لكل لاعب بعد الفوز ديالهم بكأس العالم العظيم. هذا المبلغ اللي حسب تقارير صحفية مغربية كتقول بأنه 100,000 دولار لكل لاعب، تقدير على المستوى البطولي اللي قدمه الفريق خلال البطولة، ومشير إلى أن القيمة النهائية للمكافأة قد تزيد، يعني كل واحد مغربي كل لاعب مغربي شد 100 مليون، وغادي ان شاء الله تزاد مكافأة مع الزيادة ديالو في يعني اللاعب كرة القدم. من طبيعة الحال هذا الشيء كامل يعني التقارير ايضا كتقول بان الاتحاد العالمي لكرة القدم الفيفا كيقدم المبلغ ديال مليون دولار، يعني مليار مغربية لكل فريق ولا كل منتخب قام بالفوز بكأس العالم للشيلي 2025. وحتى يعني هذا المبلغ من طبيعة الحال مشى للخزينة ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومنه تم صرف المبلغ ديال 100,000 دولار لكل لاعب اللي هي 100 مليون مغربية. بالتوفيق الأشبال ديالنا صراحة الله يستاهلوا من بعد تألق ديالهم في المونديال 2025. شنو كيبان لك انت كمتابع؟ واش المنتخب يستاهل ولا ما يستاهلش؟